أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. نحن أيضا معكم استمعنا لرسالة الرئيس محمد مرسي إلى أهالي بورسعيد، وسأخذ تعليق من ضيوفي. وقبل الفاصل، قبل هذه الرسالة وقبل الموجز أيضا كنا نتحدث عن المظاهرة غدا التي دعا إليها الدكتور توفيق عكاشة لعودة الجيش مرة أخرى. كان معي فيها أحمد سبايدر مذيع قناة الفراعين، وأيضا الأستاذ وأيضا عمرو عز من التيار الشعبي. أهلا بكم مرة أخرى. لو عندكم تعليق على الرسالة قبل ما نرجع نتكلم عن فقرتنا، عندك تعليق؟ يعني احنا لما نشوف محمد مرسي طالع النهارده بعد ما الاحداث هديت وبعد ما الناس ما ماتت وكل ده كانه من قرن فات، يعني نقول ان دي عاده محمد مرسي. محمد مرسي لسه صاحي من النوم. محمد مرسي لما يجي يتكلم، بص انا هقبل اي كلام، لكن الخروج وانتقاد بشيء بشكل غير لائق انا مش هسمع. لا دي مش اخلاقنا. احنا لما نيجي هو بيتكلم النهارده عن اهل بورسعيد، بنقول له حضرتك ما تتكلمش عن اهل بورسعيد علشان انت مش حاسس باهل بورسعيد، لان انت اللي بعت ميليشياتك و7000 فرد من افراد حماس دخلوا، والناس كلها عارفه الموضوع ده، تقتل في اهل بورسعيد علشان 5. هل انت عندك دليل على الكلام ده؟ ادخلي في المصري اليوم وادخلي شوفي التقريرات اللي نزلت. ادي حاجه. ما تتكلمش عن هو دلوقتي بيوجه رسالته للداخليه، ما تتكلمش عن الداخليه اللي انت وميليشياتك واهلك وعشيرتك حرقت لهم الاقسام وكسرتوا السجون واقتحمتوا امن الدوله، كل ده بشكل ممنهجي كله في يوم واحد. فلو سمحت ما تتكلمش على الداخليه، ما تتكلمش على الجيش اللي اهلك وعشيرتك وافراد حماس اللي هم برضه اهلك وعشيرتك اللي جايين لنا من غزه، اللي قتلوا اولادنا في رفح، الجيش بتاعنا اللي حضرتك ما حضرتش جنازتهم. ما تتكلمش اولا في انت هو قال الكلام ده كله دلوقتي. هو انت بتوجه دلوقتي، الرئيس قال كلمه، انت بتوجه اتهامات ربما تحاسب عليها لاحقا، لان ما عندكش ادله فيها. حماس النهارده طلعت مثلا انا بتهم محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين ان هم اللي قتلوا اخواتنا جنودنا على حدود رفح. بتهم محمد مرسي ان هم اللي كسروا السجون، وان هم اللي خرجوا المساجين، وان هم اللي اقتحموا امن الدوله، وان هم اللي حرقوا الاقسام. بتهم محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين ان هم اللي قتلوا الجماعه اللي ماتت الفتره اللي فاتت من بورسعيد. وبقول لمحمد مرسي خليك في بلدك، شوف مصايب بلدك، ما تتكلمش تاني عن سوريا ونظام بشار الاسد، عشان انت مهما عملت عمرك ما هتيجي نص عائله الاسد او نص اللي عملوه لسوريا. اسمع تعليقك عمرو على هذا الكلام وعلى كلمه الرئيس ايضا. كالمعتاد فيما يحدث في مصر في الفتره الاخيره، الدكتور محمد مرسي طالع متاخر جدا، طالع بعد ما الاحداث خدت الزخم بتاعها وبدات في الهدوء، وكالمعتاد برضو طلع ما قالش اي حاجه. الخطاب خطاب عاطفي. اعتقد ان كان الناس في بورسعيد كانت مستنيه، لكنه قال مثلا انه جاري التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الفتره الماضيه. نعم، لكنه قال مثلا ان جاري التحقيق في الجرائم التي وده ما اضافش اي حاجه. واحنا عندنا في مصر في قضايا كتير جاري التحقيق فيها من سنه او من اكتر من سنه من بعد الثوره. الخطاب ما اضافش جديد، وما اعتقدش ان هو هيرضي الناس في بورسعيد، عشان كان الناس محتاجه ان هو يوجه رسائل مباشره عن الشرطه، وعن على الاقل كان يوعدهم ما فيش حد هيتقتل تاني في بورسعيد. الموضوع وكانه بيقول لهم انا بيقدم لهم رشوه بموضوع المنطقه الحره، وما اعتقدش ان هو كان موفق يعني في لكن انتم تعلمون انه الرئيس حينما كان عضوا في البرلمان ده قبل الثوره كان بيطالب بعوده المنطقه الحره لبورسعيد، فازاي ممكن نسميها رشوه دلوقتي؟ وده هو طلبه من سنين قبل الثوره. احنا يعني المطلب ده او تنفيذ المطلب ده ما جاش الا بعد اندلاع الاحداث في بورسعيد. لأن هو الرئيس دلوقتي لا، لانه هو الرئيس دلوقتي كان ممكن ده يبقى من بعد توليه السلطه مباشره، ولكن ده مقابل. انا شايف ان هو مقابل يعني، او بناء على الاحداث اللي حصلت، فهو قدم ده. كان ممكن يقدمه من قبل كده وما كانش يبقى فيه شبهه الرشوه لاهالي بورسعيد. هذا تعليقكم على كلمه الرئيس. دعونا نعود مره اخرى الى مظاهرات الغد. سبايدر، ربما يقول البعض انه انت مش من حقك تتكلم لا على الثوره ولا باسم الثوار، لانك لا تمثلهم. في كل مره بتدخل فيها الميدان بيتم طردك. انت تدافع منذ اليوم الاول، ده حقيقي، عن العسكر، عن الجيش، وتنادي بعودتهم، لكن ما تقدرش قوي تربط نفسك بالثوره. اوكي، ارد بقى. هم كل مره بنزل ميدان التحرير بيقولوا ان هو بيتم طردي. انا عايز فيديو واحد، في الوفات في التحرير وفي كاميرات بتصور، انا عايز فيديو واحد يرد ان انا اتطردت مره واحده من التحرير. بل بالعكس، صوري وفيديوهاتي بتبقى في التحرير، مفيش ولا مره اتطردت من التحرير. ولو انا اتطردت اكيد الناس موبايلاتها وكاميرات. ما اتطردتش عشان مش بتروح اصلا. ولا مين؟ لا، صوري كلها نازله في قلب التحرير. على الاقل انا قدمت ان انا نزلت التحرير. انتوا في امتى؟ في اول 18 يوم؟ لا، مش في اول 18 يوم، بس انا كنت مع الثوره. احنا هم قالوا علينا فلول عشان
عشان بنأيد الجيش، قالوا علينا لحاسين بيادات زي ما كانوا بيقولوا عشان بنأيد الجيش. احنا بنأيد الجيش في مصر، بنأيد الجيش في سوريا، بنأيد كل الجيوش العربيه اللي بتحمي الوطن العربي واللي خاضت حروب قبل كده. فلو سمحت ما حدش يقول علينا لحاسين بيادات، لا احنا ناس وطنيين بنحب جيشنا، وهننزل نسانده بكره في المنصه، وبندعو كل الناس انها تنزل معانا تأييد للجيش. في معلومه مغلوطه ان هم بيقولوا علينا لما انتوا بتدعوا الناس لتأييد الجيش وده رايكم، ليه مش عايزين بما اننا بعد ثوره دلوقتي تحتكموا للطريق الديمقراطي الصندوق؟ اوكي، في معلومه مغلوطه ان بيقولوا ان احنا نازلين بكره علشان الجيش يعمل انقلاب عسكري ويبقى هو اللي يمسك الحكم. بالعكس، احنا زينا زي الناس، مش عايزين المجلس العسكري او الجيش هو احنا عايزين المجلس العسكري يعمل عمليه تصحيحيه ممنهجه، ان هو يمسك مرحله انتقاليه ويتم انتخابات مبكره. ده الحل. ده انتخابات مبكره؟ مش كان في انتخابات والناس نزلت صوتت وادت صوتها؟ ما تقنعنيش ان هم كل شويه يقولوا ان محمد مرسي جاي بالصندوق. انا قلت هو جاي بايه؟ اوكي، انا ممكن في رد بسيط. حتى الناس اللي معترضه على سياسات الرئيس دلوقتي بتعترف انها ايدته وهي اللي جابته. انا رديت على الكلام ده قبل كده، قلت اسرائيل ببساطه جدا عندها استعداد تدعم اي شخص لو حتى جاء من الشارع ب 3 مليار 4 مليار. اسرائيل هي اللي جابت مرسي؟ انا مش شايف انا بقول ممكن اي حد يجيب لنا، اي حد ممكن يجيبوا لنا تاجر مخدرات ويدوا له فلوس ويدي للناس فلوس زي السكر والزيت ويطلع لنا بقى رئيس. هل نسكت بقى ونقول جاي بالصندوق؟ هل حد يرضي اللي بيحصل؟ هل يرضي ربنا الناس اللي بتموت كل يوم وعلى ايد ميليشيات والناس كلها؟ ارجع لك لاستكمال بعض النقاط، لكن اذا بليك عمرو احمد بيقول ان هو بينزل، سبايدر بيقول ان هو بينزل الميدان مع الثوار. هل سبايدر بيمثلكم كثوار؟ انا ما قلتش بمثلهم، انا بنزل زي اي حد. يعني هو مش بيقول كده، هو عنده الخط بتاعه اللي هو مستمر فيه حتى الان يعني لكنه كان بيقول ان هو بينزل كل المليونيات وكل المظاهرات. والله هو يعني يقول وان هو ماشي مع عنده صور وعنده فيديوهات. ممكن تلتقوا في نقاط معينه؟ انا بس عايز موقفنا احنا من الجيش كقوه سياسيه وقوه مدنيه دقيق جدا في موضوع الجيش ده، لان كان الدكتور البرادعي قال جملتين في لقائه الاخير على احدى القنوات. وفي ناس خدت جزء من الكلام على انه قال ان الجيش هو الملاذ الاخير، ولكن كان من الواضح جدا في سياق الكلام ان الجيش هو الملاذ الاخير في حفظ الامن وحفظ مصر في حاله دخولها في حاله فوضى. ولكن هو برضو في سياق الجمله قال ان احنا ضد عوده الدور السياسي للجيش او المؤسسه العسكريه ككل. وده لان التجارب القريبه جدا باينه وواضحه. الجيش فشل في اداره المرحله الانتقاليه من بدايه استفتاء مارس اللي اداره الجيش، وبدانا في مصر مرحله انتقاليه فاشله، واحنا لحد دلوقتي بنعاني من دوت. ما قدرناش نطلع دستور محترم. والناس اللي بتقول او الناس اللي ادت، هو المؤسسه العسكريه اللي كانت بتحكم في الفتره دي هي اللي ادت فرصه لجماعه الاخوان المسلمين وحزب النور ان هم يسيطروا بشكل كبير على وجودهم بشكل كبير في الجمعيات التاسيسيه، وبالتالي صدر دستور مشوه واستمرار لحاله الفوضى اللي بتعيش فيها مصر. احنا طالبنا من البدايه والمؤسسه العسكريه صمت اذنها عن وجود اعلان دستوري مش تعديلات دستوريه، وبدانا خطوات مغلوطه واحنا وصلنا للحل اللي احنا فيه دلوقتي، الحاله العشوائيه. انتخابات مجلس الشعب اتاجلت بناء على الدستور اللي عملته جماعه الاخوان المسلمين وحزب النور، واستمرار للحاله دي هنبص نلاقي فيه دعوات لعوده الجيش، دعوات لاسقاط مرسي وعمل انتخابات رئاسيه جديده. نعم، احنا بنعيش في حاله عشوائيه بناء على وجود الجيش في السلطه، واحنا يعني ما اعتقدش ان في حد يتمنى رجوع ده تاني. ارجع لك سبايدر، انت بتقول انه الرئيس يعني في عهده القصير 8 شهور تقريبا سقط شهداء كتير، وبالتالي اكتر من اللي سقطوا ايام المجلس العسكري. لكن في هو بالعدد ولا بالايه؟ هو بالعدد؟ يعني طب ما هو عماد عفت مات في وقت المجلس العسكري، مينا دانيال وقت وانت لم تدافع عنهم. لم تدافع عنهم. مين قال كده؟ والله في معلومات كتير مغلوطه. لا، انت بتقول انه سقط شهداء في وقت الرئيس محمد مرسي، صح؟ حصل. سقط شهداء ايضا في وقت المجلس العسكري، صح؟ حصل. طيب انا ضد ان انت تروح تهجم على الداخليه في مكانها، انا ضد ان انت تروح تضرب في الداخليه. انزل اهتف باللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه من غير ما تروح
يعني انا ضد يعني انت جاي لي بتهجمي عليا في وزاره الداخليه، انا كوزاره داخليه اقف ساكت؟ طب بنفس المنطق بقى ممكن نسال، طب وما كنتش ضد الهجوم على الاتحاديه، تهريب مساجين؟ نفس المنطق. انت ضد الهجوم على الداخليه، كنت مع الهجوم على الاتحاديه؟ لا، انا ضد الغلط. انا ضد الكلام ده كله بيسقط هيبه الدوله. انا ضد اسقاط هيبه مصر. ان انا اروح ارمي مولوتوف على الاتحاديه ده غلط، وان انا اروح اهاجم على الداخليه ده غلط. كل ده غلط، واللي يوافق على الكلام زي كده يبقى هو اصلا ما بيحبش البلد دي. طيب الغلط واضح ان هو بيتعمل من الطرفين اهو، فانت ليه بقى عايز الرئيس؟ ايوه، ما في هنا غلط وفي هنا غلط. وعايز اقول لك انا والاستاذ عمرو من قبل الحلقه يعني انا كنت متخيل ان احنا جايين راي وراي اخر. لا بالعكس، انا وهو متفقين في حاجات كتير جدا. ان المؤسسه العسكريه ممكن انها ممكن تبقى مرحله انتقاليه، بس مش يعني بنصحح المعلومه المغلوطه. عمرو، هل انتم متفقين على انه المؤسسه بشكل واضح ان المؤسسة العسكرية هي الملاذ الأخير لمصر في حالة دخول البلد في فوضى، واحنا في فوضى. ولكن عودة المؤسسة العسكرية للمشهد السياسي مرة أخرى ده كلام مرفوض، وإحنا قومنا وجودها بشكل كبير لما كانت موجودة، واعترضنا بشكل كبير على السياسات اللي كانت بتتخذها، وكان عندنا شهداء في وجود المؤسسه العسكريه، واحنا ضد رجوعهم مره ثانيه. طب هو شايف ان احنا في فوضى فعلا، فهل هو ده وقت الملاذ الاخير اللي انت بتتكلم؟ لا ما اعتقدش. انا بس عايز فكره وجود الجيش في كملاذ اخير في حاله وجود فوضى، ده مش معناه ان هم يرجعوا يتصدروا المشهد السياسي مره اخرى. مرحله انتقاليه على الاقل، ولا مرحله انتقاليه. احنا عدينا بمرحله انتقاليه زي الزفت في وجود المجلس العسكري. احنا ولا احنا عايزين مجلس، ولا انتوا عايزين جيش، ولا احنا عايزين اخوان. طيب احنا عايزين حل. تيجي تكلمي اي حد تقول له طب فين الحل، وبالذات الناس اللي عصبت على نفسها ليمون زي ما احنا بنقول، قولوا لنا الحل. انتوا مش عايزين جيش، واحنا مش والبلد كلها مش عايزه اخوان. طب قولوا انتوا شايفين النهارده احنا مش في حاله فوضى؟ لما يبقى محافظه كامله. بديل الصندوق، لماذا لا يتم الاعتراف بالصندوق؟ صندوق برئيس فاشل. يعني يا جماعه، لما احنا النهارده لما يبقى محافظه كامله، ومش محافظه اي كلام زي محافظه بورسعيد، مستقله بذاتها دلوقتي ما فيهاش داخليه، وعايشه لوحدها مستقله عن مصر. انتوا عايزين كده؟ يعني لو كانت الناس انتخبت الفريق احمد شفيق كان ممكن، يعني لو الفريق احمد شفيق ما كانش عمل انا قلت الكلام ده بكده. لو الفريق احمد شفيق ما كانش عمل الكلام اللي وعدنا بيه في البرنامج، انا هنزل ضده وهتف ضده. ان هو ضحك علينا. فين النهارده اللي اتكلم فيها فين النهارده اللي وعدنا بيها محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين؟ فين ال 200 مليار اللي قالوا علينا؟ ال 200 مليار اللي هو قال بيهم ان هو هيأجر الاهرامات، هو ده ال 200 مليار. فين ال 200 مليار اللي سيادتك يا سياده الرئيس محمد مرسي وعدتنا بيهم؟ عمرو، انا عايز ارجع في النقطه دي عشان الناس ما تلتبسش عليها هذه النقطه، انه انت بتنادي بعوده العسكر اذا لا خالص. انا بتكلم في ان عودة العسكر لا عودة العسكر للمشهد السياسي دي حاجة مرفوضة تماما. واحنا لسه من كام شهر كنا بننزل في مظاهرات ضد حكم العسكر، وكنا بنقول بأعلى صوت. لكن انت قلت انه الملاذ الاخير. لا في حالة لو الدولة المصرية دخلت في حالة فوضى عارمة، اعتقد ان هيبقى وجود المجلس العسكري او وجود السلطة العسكر لحفظ الامان في البلد، مش لتسلم السلطه. مش تسلم السلطه نهائي. فكره تسلم السلطه مره اخرى ده حاجه مرفوضه تماما. هو واضح جدا في حفظ الامن وليس لا انا كلامي واضح، بس عشان الكلام ما يتأولش. ما كان في مرحله انتقاليه تاني يعني لما نيجي نقارن عهد مرسي بعهد المرحله الانتقاليه بتاع المجلس العسكري، ايه الفرق؟ اللي كان بعيد عن السياسه انتوا ليه اللي شايفين المجلس العسكري اللي فات كان ليه اخطاء، مع اني مش عايز افتح صفحات قديمه. المجلس العسكري كان بعيد تماما عن السياسه قبل كده، فلما نيجي نمسكه سياسه ليه بقى؟ رد عليه. السلطه العسكريه من المفترض انها بتحفظ الامن خارج من البلاد، من الخارج ومن الداخل. طب وما في بعض الاحيان، ولكن الدور السياسي ده للسياسيين. احنا عانينا طول الوقت من 60 سنه، مش من دلوقتي، من حكم العسكر اللي ما بيعرفش حاجه عن الديمقراطيه، بعيدا تماما عن اطلاق الحريات. للاسف الدكتور محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين بالممارسات اللي انتهجوها في الحكم ادوا صوره سلبيه للناس على ان اللي هم بينتموا برضو بعيدا عن العسكر بيستخدموا نفس السياسات القمعيه، ولكن يعني مش ده الاساس. احنا بنتكلم على شرعيه، بنتكلم على مرحله انتقاليه لسه كنا فيها وما خرجناش منها بمميزات كبيره، خرجنا منها بعمليه انقسام حاده في الدوله وعمليه استقطاب كبيره، واجريت اكتر من انتخابات
انتخابات مجلس الشعب اللي دارت في وجود المجلس العسكري تم ابطالها. انتخابات الرئاسه اللي حصل فيها انتهاكات وخروقات كتير قوي للقانون وما تمش التعامل معاها بشكل صحيح يعني. انا مش قادر افهم ازاي الناس اللي بتحاول ترجعنا لنفس المشهد مره ثانيه. مش البديل ابدا وجود المجلس العسكري او وجود السلطه العسكريه، وجود العسكر في الحكم ده حاجه مرفوضه تماما. ولكن زي ما شفنا مثلا في بورسعيد لما الامور الامنيه ما بقتش موجوده في بورسعيد والفوضى بقت عارمه، نزلت المؤسسه العسكريه لعمل نوع من الامان في الشارع. هو ده الدور اللي احنا بنتكلم ان ممكن هم يوصلوا للليميت ده، ولكن فيما بعد ده وجودهم تاني في المشهد السياسي ده مرفوض تماما. طيب تعليق اخير منك سبايدر. احنا بنقول دي معلومه مغلوطه ان الناس مفكرنا ان احنا عايزين المجلس العسكري او الجيش يفضل ماسك على طول. احنا بنقول ان المجلس العسكري يفضل ماسك مرحله انتقاليه لغايه ما يسلمها يعني انتخابات كان ماسك مرحله انتخابات مبكره. كان ماسك مرحله انتقاليه. ايه الفرق اللي هيبقى يعني؟ ان يبقى في انتخابات صح غير الانتخابات اللي تمت دي. طب ما الناس كلها عارفه، ما نتكلم كلام صح بقى، الناس كلها عارفه ان الفريق احمد شفيق هو اللي نجح. الناس كلها عارفه الكلام ده، والكلام ده كله ظهر بعد كده. انا بكلمك كلام من الشارع. دي تمت انا بكلمك كلام من الشارع. الانتخابات دي تمت تحت اشراف المجلس العسكري مش كده؟ وبضغوط من امريكا وبضغوط خارجيه. هو اللي سلم السلطه. اوكي، وبضغوط خارجيه وما لقاش الشعب كان منتصر. اذا بيتضغط عليه بقى ليه الناس تسلموا البلد؟ مش انت بتقول ان هو في ضغوط خارجيه على المجلس العسكري والجيش. اذا المجلس العسكري بيتضغط عليه اوكي، بس يسلموا ليه بقى؟ ما انا هقول لك، ما هو هي بتبقى 1 2 3. ايه، واحد ان الشعب ينزل يأيد الجيش ويطالبوا ان هو يبقى رد شعبي. ساعتها الدول الخارجيه يعني مثلا لما قالوا ان مثلا الشعب المصري كله نزل ضد الرئيس السابق، قال لك ده مطلب شعبي، يبقى مطلب شعبي الشعب كله ينزل بكره المنصه يوم الجمعه، وانا راهن ان قبل الساعه 8 او 9 بالليل يكون الجيش في الشارع. لو لقى لو لقى مطلب شعبي، لو لقى زي يوم المنصه مثلا اللي هو كان قبل الانتخابات، لو الناس كلها نزلت مثلا بعدد 2 3 مليون، الجيش هينزل وزي ما نقول ايه، ان هو هيقف ضد البلاد الخارجيه كلهم، يقول لهم ده مطلب شعبي وانا مع الشعب. وكذا مره المجلس العسكري قالها في الفتره اللي موجود فيها. لو طلعت مظاهره هزيله زي المره اللي فاتت مستحيل. صدقني احنا مستحيل نطلع ان احنا بمظاهره هزيله. اي بالذات الجيش. عمرو المظاهره دي بكره؟ لا طبعا. هو ضد ده مش سؤال يعني. احنا طبيعي يعني ان انا نزلت مظاهرات كتير ضد المجلس العسكري، ضد وجود العسكر في السلطه، ومفيش دوله بتتقدم في حاله وجود العسكر بتوع الدوله اللي هم متدربين ومتعودين على استخدام القوه، على استخدام العنف، ان هم يبقوا موجودين في السلطه. احنا محتاجين سلطه مدنيه، ولكن سلطه مدنيه تحترم عقول الناس وتحترم معارضيها وتشتغل بشكل محترم مع الشركاء داخل الوطن. سبايدر كان بيتكلم على انه المجلس اتضغط عليه فالانتخابات طلعت كده والرئيس مرسي نجح. هل انت بتشكك برضو في نزاهه الانتخابات؟ يعني لو المجلس اتضغط عليه وطلعت نتيجه الانتخابات كده، فكده المجلس زيه زي مرسي، زي اي حد. احنا بنتكلم ان هو بتحصل عليه ضغوطات خارجيه، وكده البلد ما فيهاش انتخابات وكده ما فيش اي حاجه. كلام على ان الانتخابات تم تزويرها ده كلام لم يثبت باوراق رسميه. طيب انا عايزه كمان ننتقل بسرعه لنقطه مهمه، وهي التوكيلات اللي بتحصل دلوقتي. توكيلات للفريق السيسي. انا عندي رد. يعني انا ما عنديش معلومات كبيره عن التوكيلات دي. انا عارف او سمعت يعني وصل ليا ان حصلت توكيلات في عده محافظات. كل حد بيحاول عن الحاجه اللي جواه، اي مواطن بيحاول يعبر عن شعوره اتجاه اي حد بالطريقه اللي يشوفها. قصه التوكيلات دي ما اعتقدش ان برضه هتاخد زخم كبير جدا، وانا ما اعتقدش ان المظاهره بتاعت بكره دي هتبقى مظاهره حاشده رغم استياء الناس من الاوضاع. يعني حتى هو بيتكلم ان مفيش بديل. المؤسسه العسكريه مش بديل، احنا مش شايفينها مش شايفينها باي حال من الاحوال انها البديل اللي نقدر نقدمه للناس. ما بيقدموش بديل. احنا بنقدم بديل، هم ما بيقدموش بديل. احنا بنقدم بديل اللي هو الجيش. لما حضرتك بتقولي دلوقتي ان الشعب بيعمل توكيلات للفريق السيسي، هو كم واحد في مصر هو اصلا ما سمعش عن التوكيلات دي يعني، فما نقدرش نقول ان الشعب بيعمل توكيلات. لا انا اجزم وانا مع حضرتك دلوقتي ان محافظه بورسعيد بالكامل كلها عملت توكيلات للفريق السيسي. جيب منين بس المعلومات دي؟ قول لي. برضو
لا بجد ما بتجيبها تشوفيش منين؟ مكاتب الشهر العقاري هناك في بورسعيد كام يعني انت بتشوفها كام مثلا؟ كل يوم كل يوم من المكتب من اول ما بيبدا لغايه ما بينتهي لغايه يومنا هذا للفريق السيسي. هم بيعملوا بورسعيد في بورسعيد اللي فيها الفوضى، اللي انتم معتبرين ان بورسعيد فيها فوضى، دي حاجه عاديه جدا. دي قمه المهزله ودي كارثه كبيره ان بورسعيد وكل مدن، وده المخطط بقى، ان بورسعيد وكل مدن القناه يبقى فيها فوضى، ويتقال ان الجيش مش قادر يحمي قناه السويس. اذا احنا كبلاد خارجيه ننزل نحمي قناه السويس اللي الجيش المصري مش هل انت معتقد انه في مؤامره خارجيه طبعاً على البلد؟ لتقسيم مصر، واللي مش شايف النهارده ان في مؤامره. طب بس في ناس مالهاش علاقه بموضوع المؤامرات ده وبرضه مش عايزه الجيش، لان هي عصرت مع الجيش مع العسكر مع المجلس سنتين ما كانوش يعني. احنا قبل كده اتكلمنا عن نظريه المؤامره، ان في تقسيم، ان في مؤامره خارجيه لتقسيم مصر، الناس ما كانتش بتصدق. انت مش شايف ان انت كده وانت بتتكلم على انتخابات مبكره، نزول الجيش، ان انت بتحجر على اراء ناس كتير جدا وقفت بساعات طويله جدا راحت انتخبت مرسي، اتفقت معاه او ما اتفقتش بعدها، اذا جابته بالصندوق تسقطه بالصندوق؟ بالسكر والزيت؟ ما احنا نقول الصراحه خدت سكر وزيت انت؟ يعني هو ليه هو عم واحد ده المرسي؟ لا انا كنت من هو ما اداش المقاطعين يعني في المرحله في الاعاده، يعني حتى ما كنتش من عصير الليمون، ولكن انا شايف ان لحد دلوقتي او الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ان شرعيه الدكتور محمد مرسي على المحك، وما اعتقدش ان وجود المجلس العسكري في المشهد السياسي مره اخرى او وجود العسكر في المشهد السياسي مره اخرى هو الملاذ الاخير. الدكتور محمد مرسي وعد بحاجات كتير جدا وهو مرشح في انتخابات الاعاده بالذات، كانت وعود كتيره قوي للمعارضين ووعود للناس كلها، وما اوفاش بالوعود دي، وعدم وفائه بالوعود دي واتجاهه بالكامل تجاه اهله وعشيرته واستمراره في عمليه اخوانه الدوله اللي بتقال وهي يعني احنا بنشوفها انها حاجه حقيقيه. اعتقد ان ده هيفقده شرعيته. وفي حاله الدكتور محمد مرسي اللي هو جيب الصندوق ما ملكش مصر لمحمد مرسي، الصندوق ادى الدكتور محمد مرسي. انا اسالك نفس السؤال اللي انا سالته لسبايدر، ليه ما يبقاش الطريق الاخر هو اسقاطه بالصندوق، ايجاد بديل اخر عن طريق الصندوق برضو؟ الدكتور محمد مرسي في الايام اللي فاتت دي اصدروا مجلس الشورى اللي مسيطر عليه جماعه الاخوان المسلمين اللي الدكتور محمد مرسي تابع ليها، اصدروا قانون انتخابات مشوه جعل القوى المعارضه تقاطع الانتخابات، او في دعوات كبيره لمقاطعه الانتخابات، وهو بده بيحاول يعمل عمليه اقصاء كبيره لكل المعارضين اللي موجودين في مصر والقوى المدنيه. واعتقد ان الحل بقى في حاله عدم وجود انتخابات، يعني بنتكلم على صندوق، فهو لما بيكون هو اللي مشرف على الصندوق دوت او هو ليه يد في الانتخابات انتخابات مجلس الشعب، في حاله ان هو ما قدمش شروط جيده لجبهه الانقاذ ولكل القوى المدنيه اللي موجوده في مصر، وخلى ان التغيير عن طريق الصندوق هيبقى صعب، اعتقد ان التغيير او مقاومه النظام في صوره الدكتور محمد مرسي ومحاوله اسقاطه مره اخرى عن طريق التظاهرات وعن طريق كل اشكال عن طريق الاسئله المدنيه عن كل الاشكال السلميه، اعتقد ان هو ده هيبقى الحل الاخير. ولكن حتى اللحظه انت لا ترى المجلس بديل، المجلس العسكري؟ انا ارى ان شرعيه الدكتور محمد مرسي اهتزت، ولكن انا مش شايف ان البديل هو وجود المجلس العسكري. طب انا عندي حل حلو، ما تقول نعمل استفتاء شعبي بين الجيش والمجلس العسكري، مش احنا بنتكلم باسم الشعب دلوقتي، ولو حضرتك بتقول ان في ناس بالصندوق ادت محمد مرسي، عايز اقول لك ان 3/4 دلوقتي عايزين. انت عايز تعمل استفتاء بين ايه وايه؟ عايزين نعمل استفتاء شعبي بين المجلس العسكري او الجيش وبين مرسي، وكمان مش مرحله انتقاليه بقى زي ما قلنا من شويه، لا ان الجيش يفضل ماسك على طول، وشوف الشعب هيقول ايه. ومع الشعب ده ما يستحقش خيارات ثانيه؟ يستحق، بس هاتوا لنا بديل. لغايه دلوقتي عمي ما قالش بديل، هاتوا لنا بديل واحد. احنا جبنا لكم البديل، احنا كل كلامنا من البدايه كان طلع صح، هاتوا لنا بديل. لو كان يعني الشعب كله يشهد دلوقتي ان لو كان الفريق شفيق هو اللي جه كان هيبقى في كلام تاني خالص غير اللي بيحصل دلوقتي. على الاقل الفريق شفيق، اوكي اكمل، على الاقل الفريق شفيق ما كانش معاه ميليشيات، على الاقل الفريق شفيق ما بيطلعش اهله وعشيرته. يعني وجود شفيق مثلا في الحكم، انا ما اعرفش لو كان شفيق في الحكم كان هيعمل ايه، ولكن احنا بننتقد الدكتور محمد مرسي. الدكتور محمد مرسي جه بانتخابات، ولكن استمراره في انتهاج نفس السياسات اللي بتتم دلوقتي، اعتقد ان البديل بقى اللي بيتكلم، يعني عشان احنا بيقولوا ان احنا ما بنقدمش بديل، في فرصه للدكتور محمد مرسي حتى الان انه يوفي بالوعود اللي هو وعد بها، الوعود الكتير اللي وعد بيها من قبل توليه السلطه.
اسقاط الدكتور محمد مرسي عن طريق استخدام الوسائل السلميه وحشد الشعب في مظاهرات وفي عصيان مدني شامل في جمهوريه مصر العربيه كلها، اعتقد ان هو ده بقى البديل اللي بناء عليه يتم عمل خطه لاداره الدوله. ان انتوا تدوا له فرصه، وهو طبعا يعني هو في الحكم له 8-9 شهور، ده معناه ان هو قدامه لسه وقت للوفاء بهذه العهود اذا اراد. ان انتوا تدوا له فرصه ده مش معناه ان انتوا بتقدموا بديل. ده مش معناه ايه؟ انك بتقدم له بديل بعد ما نشيله نجيب حد. لا، احنا بنديله فرصه. هو الدكتور محمد مرسي عنده فرصه اخيره، يعني بنتكلم على 7-8 شهور هو موجود في الحكم. ما قدم لناش اي حاجه، ما قدمش للبلد اي حاجه، ما شفناش مشاريع، ما شفناش مشروع النهضه اللي اتقال عليه بعد كده ان هو مشروع الفنكوش، ما شفناش منه اي ملامح جاده. البدايات دايما هي المبشره، او احنا اذا كنا بنتكلم على هو بقى له 8 شهور ولسه فاضل له 3 سنين وازيد، ولكن احنا مش شايفين ان البدايات الدكتور محمد مرسي واتجاه جماعه الاخوان المسلمين لفرض السيطره بالكامل على مؤسسات الدوله وبعيدا واختيار المسؤولين في الدوله بعيدا عن الكفاءه، ولكن الشرط الاساسي هو شرط الموالاه لجماعه الاخوان المسلمين. ده بيحط مصر في نفس الوضع اللي كانت فيه ايام مبارك. الكفاءات هتضيع في البلد، مش هيبقى ليهم عندهم فرصه جاده. نعم. بس قدامي 30 ثانيه بالظبط. اخيرا المؤسسه العسكريه وجودها في المشهد السياسي مره اخرى دي حاجه احنا بنرفضها تماما. وضحت، وبالتالي تتوقع مشاركه؟ لا، اتوقع مشاركه كبيره بقى. تتوقع مشاركه كبيره؟ اتوقع مشاركه، وان الشعب المصري هيفضل ورا جيشه زي ما الشعب السوري فضل ورا جيشه، وعشان كده سوريا ولا هتسقط ولا مصر هتسقط طول ما احنا هنفضل ورا جيشنا اللي احنا متاكدين في وطنيته. اشكرك شكرا جزيلا.